النهارده هنكمل الوحدة الأولى المادة الدرس الثالث العناصر من حولنا. العناصر من حولنا يعني إيه العناصر من حولنا؟ يعني مثلا معلقة الأكل اللي بتاكل بيها ده عنصر بيتكون من عنصر، يعني عبارة عن مادة بتتكون من عنصر هو اللي مكون المعلقة دي. المسمار اللي بيستخدموه ده برضو عبارة عن مادة بتتكون من عنصر. أسلاك الكهرباء عبارة عن مادة بتتكون من عنصر. الفحم عبارة عن مادة بتتكون من عنصر. الكبريت عبارة عن مادة بتتكون من عنصر. يبقى احنا عندنا مواد كتيرة وكل مادة بتتكون من عناصر مختلفة. الخشب بتاع الدولاب بتاع الكرسي ده عبارة عن مادة بتتكون من عنصر. انت كمان كجسم انسان يتكون من عدة عناصر. يبقى جسم الانسان بيتكون من عدة عناصر. يبقى عند فحص المواد من حيث الشكل نلاحظ انها تتكون من مواد اساسية. تمام. ايه هو العنصر؟ هو ابسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليلها او تحليله الى مادتين او اكثر. تاني، ايه هو العنصر؟ هو ابسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليله الى مادتين او اكثر. تاني، هو العنصر هو ابسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليله الى مادتين او اكثر. ده بالنسبة للعناصر. طيب، عدد العناصر الموجودين في الطبيعة 92 عنصر، وبلغت 118 عنصر بعد تصنيع الإنسان لبعض العناصر المخلقة أو المصنعة. يتكون العنصر من جسيمات صغيرة جدا. طبعا الحاجات دي ما نشوفهاش بعينينا. تمام؟ اسمها الجزيء، والجزيء يتكون من ذرات. يتكون العنصر من نوع واحد، يعني عنصر واحد بيتكون من نوع واحد من الذرات. اما العناصر لو اختلفت لازم الذرات تختلف. انما لو قلنا العنصر بيتكون من نوع واحد من الذرات، يتكون العنصر من نوع واحد من الذرات. صعب الكلام ده يا جماعه؟ طيب، ايه خواص العناصر؟ ايه خواص العناصر؟ اول حاجه البريق. لو جبنا قطعه فحم زي احنا شايفين في الصوره ومعلقه اللي هي اللي قدامي دي بتستخدم او تصنع من النحاس او الالومنيوم، تمام، او جبت مفتاح مصنع من الحديد او مسمار مصنع من الحديد، هتلاحظ ان بعض العناصر لها بريق مثل الكبريت والكربون ليس لها بريق، ملهاش بريق يعني ملهاش لمعه ما تلمعش. وعناصر لها بريق مثل الحديد والنحاس والالومنيوم لها بريق يعني بتلمع، بتشوفها قدام عيني بتلمع. اما ليس لها بريق مثل الكبريت والكربون لها بريق مثل الحديد والنحاس والالومنيوم. صعب الكلام ده يا ولاد بالنسبه للمعان او للبريق. التوصيل الكهربي، هل كل العناصر بتوصل تيار كهربي؟ لا. المعادن عامه زي الحديد والنحاس والالومنيوم دي موصل جيد للتيار الكهربي. كمان عنصر الجرافيت ده عباره عن صوره من صور الكربون اللي هو سن القلم الرصاص، ده عباره عن ماده اسمها الجرافيت او الكربون عامه، بس هي صوره من صور الكربون. ده بيوصل التيار الكهربي. احنا عملنا تجربه بالشكل ده، جبنا مصباح وجبنا بطاريه وجبنا اسلاك توصيل وسيبنا الدايره مفتوحه، وبعدين نحط مره مسمار هتنور، مره شوكه هتنور، مره عمله معدنيه زي الجنيه الفضه ده هينور، مره ورق فويل هينور هو مصنوع من الومنيوم، مره قلم رصاص، وعملنا برينا الطرفين بتوعه عشان نوصله بالجرافيت اللي هو سن قلم رصاص من جنبين هينور. لو استخدمت عود كبريت او مش هينور طبعا. لو استخدمت قطعه بلاستيك مش هينور، قطعة خشب مش هينور. يبقى بعض العناصر موصل جيد للكهرباء مثل المعادن، وبعض العناصر رديء التوصيل للكهرباء مثل الكبريت. صعب الكلام ده يا ولاد؟ يبقى عرفنا الخاصية الثانية للعناصر اللي هي التوصيل الكهرباء. تعال نتكلم على قابلية التوصيل للحرارة. يعني دايما تلاقي مثلا الاواني الطهي مصنوعة من الالومنيوم او من النحاس ودي بتوصل توصيل جيد للحرارة. تمام. انما لو اتكلمنا مثلا على قطعة بلاستيك، يعني تلاقي ايد الاواني الطهي او مثلا الكاتل او الغلايه تلاقي مصنوعه من بلاستيك او مصنوعه من الخشب. ليه؟ لانها مواد رديئه توصيل الحراره. طب اثبت الكلام ده ازاي يا مستر؟ قال لك هنجيب لهب، تمام، لو طلع نار اسمه لهب بنسميه لهب، تمام، وبنجيب حامل وبنوصله او بنمسك بيه مره ساق من حديد، مره ساق من نحاس، مره ساق من الومنيوم، وهنحط عليه قطعه شمع هنلاقيها بتنصهر. تمام. يبقى موصل جيد للحراره. طب حطيت فحمه كبريت يعني كربون هيحصل له ايه؟ هيحترق. حطيت كبريت هينصهر، يبقى غير موصل للحراره او غير قابل للتوصيل الحراري، رديء التوصيل الحراري. يبقى عندنا عناصر جيده التوصيل الحراري مثل الحديد والنحاس والالومنيوم، وبعض عناصر رديء التوصيل الحراري زي الكبريت والكربون. هنتكلم يا اولاد على الخاصيه اللي جايه، الانصهار. طبعا تختلف العناصر في درجه انصهار. يعني لو جبت قطعه الشمع وحطيتها على اللهب
او على الموقد هتلاقيها ايه؟ انصهرت على طول. انما لو جبت قطعه حديد مهما سخنت فيها مش هتنصهر، قطعه نحاس تاخد وقت مش هتنصهر برضه، قطعه الرصاص مش هتنصهر، يبقى قطعه الكبريت هتنصهر بسرعه انما قطعه النحاس مش هتنصهر، الشمع هينصهر بسرعه. تمام. حته السمنه مثلا، السمنه اللي بيعملوا بيها الاكل دي لو حطيناها وحطيتها على النار شويه تلاقيها بتسيح بسرعه، ده بسبب الانصهار. يبقى تختلف العناصر في درجه الانصهار. لو جبنا موقد وجبنا حامل وجبنا حاجه اسمها بوتقه، حاجه كده زي القابله يعني زي معدن كده، زي يعني طبق معدن اللي انا بعمل فيه عمليه الاحتراق. تمام. هنلاقي المسمار مش هينصهر، قطعه النحاس قطعه الرصاص مش هتنصهر، اللي هينصهر عندي هي قطعه الشمع او قطعه الكبريت. تمام. قابليه العناصر للتشكيل يعني مثلا انت عارف مثلا الحديد بيصنعوا منه اشكال كتير، العربيات دي كلها حديد. تمام. معادن متشكله بالشكل معين، كل عربيه بشكل مختلف. تمام. المفاتيح برضو حديد لها شكل مختلف. تمام. يبقى بعض العناصر قابله للسحب والطرق والثني. يعني ايه سحب؟ يعني يتغير شكلها زي ما انت عاوز، والطرق انك تدق عليها، والثاني ان انت تتنيها زي الحديد والنحاس والالومنيوم. سلك النحاس اللي عندك في البيت، السلك بتاع الشاحن، السلك بتاع الفيش بتاعه التوصيل، الكلام ده كله نحاس قابل لايه؟ للثني. اما مثلا مواد مثلا زي الكربون والكبريت، هجيب حته خشبه وحبيت ادنيها، هينفع تتنى؟ هتتكسر. قطعه فحم هتتكسر، قطعه كبريت هتتكسر، يبقى غير قابله للسحب والطرق وايه؟ والثني. بعد ما درسنا الخصائص دي نقدر نخصص او نفصل العناصر الى نوعين: مجموعه فلزات مثل الحديد والنحاس، ومجموعه لا فلزات مثل الكبريت والكربون. طبعا الفلزات مثل الحديد والنحاس والالومنيوم والذهب والفضه والخرسين كلهم لها خواص مشتركه. اول حاجه لهم الاثنين العناصر دي لها بريق، عناصر لها ايه؟ بريق. اما العناصر اللا فلزات، لا فلزات والفلزات، اللا فلزات والفلزات، الفلزات لها بريق اللا فلزات ليس لها بريق. الفلزات جايه توصيل الحراره، اللا فلزات رديئه توصيل للحراره. الفلزات جايه توصيل للكهرباء، اللا فلزات رديئه التوصيل للكهرباء. يعني رديئه ما توصلش كهرباء، ضعيف ما توصلش، ما عدا الكربون او الجرافيت موصل جيد للكهرباء. بالنسبه للفلزات كله غير موصل ما عدا الكربون او الجرافيت. قابله للتشكيل وقابله للطرق والسحب والثني دي الفلزات. اما اللافلزات غير قابله للتشكيل غير قابله للطرق والسحب والثني. درجه انصهار الفلزات مرتفعه جدا، تحتاج افران لعمليه الانصهار. اما درجه انصهار اللافلزات تمام منخفضه جدا، لا تحتاج الى افران انصهار. يبقى انا عرفت النهارده حاجتين: خصائص الفلزات واللا فلزات. الفلزات لها بريق، اللا فلزات ليس لها بريق، ما بتلمعش، جيد توصيل للكهرباء دي الفلزات. اللا فلزات رديئة توصيل الكهرباء ما عدا الكربون. الفلزات جيد توصيل الحراري، اللا فلزات رديئة التوصيل الحراري. الفلزات قابلة للتشكيل، السحب والطرق والثني. اللا فلزات غير قابلة للتشكيل غير قابلة للسحب والطرق والثني. درجة انصهارها عالية الفلزات، واللا فلزات درجة انصهارها منخفضة. تعالوا نعرف الفلزات واللا فلزات. الفلزات هي عناصر صلبة في درجات الحرارة العادية عدا الزئبق. عنصر واحد بس هو اللي غير صلب في الفلزات اسمه الزئبق. اسمه ايه؟ الزئبق، اللي موجود في الترمومتر، موجود في أجهزة قياس الضغط، موجود في بعض الأجهزة مستخدمة في أكثر من استخدام. هو عبارة عن مادة سائلة له درجات انصهار وغليان مرتفعة. من دي الفلزات لها قدرة على توصيل الكهرباء، يمكن ثنيها وتركها وسحبها، كما لها بريق إذا كانت نقية، وده اللي احنا قلناه من شوية في خواص الفلزات. أما اللا فلزات هي عناصر تمام لها درجات انصهار وغليان منخفضة، رديئة التوصيل الكهربائي والحراري عدا الجرافيت موصل جيد للكهرباء، غير قابلة للسحب والطرق والثني مثل الكربون والكبريت والفوسفور. عناصرها منها سائل زي البروم، عنصر واحد بس اللي سائل، وعناصر تانية غازية معظمها غازية، والصلب بتاعها هو الكربون والكبريت والفوسفور. تعال نبص على الاستخدامات بتاعت الفلزات ولا فلزات. بص معايا كده. استخدامات الفلزات زي الحديد بيستخدم في صناعة هياكل السيارات والكباري. هيكل السيارة اللي هو الهيكل الخارجي اللي احنا بنشوفه اللي هو من بره ده كله حديد. تمام. الكباري الكبرى بتطلع عليه ده عبارة عن حديد. الأبواب الكريتال وعاملة النار، أبواب الكريتال أو الأبواب دي عبارة عن إيه؟ زي الأبواب المصفحة أو الباب الحديد اللي احنا بنشوفه قدام المنازل. تمام. أو أعمدة النار، عمود النور الموجود في الشارع. فلز الألمونيوم مصنع منه أواني الطهي ورق الفويل. إيه أواني الطهي ده يا مستر؟ أواني الطهي دي عبارة عن إيه؟ اللي بنستخدمها في عملية الإيه؟ طبيخ، يعني بنطبخ بيها. تمام. ورق الفويل اللي هو الورق السيلفر ده اللي بنلف بيه الأكل عشان نحافظ عليه ويحافظ على حرارته.
الذهب طبعا يستخدم في صناعة الحلي. ايه هو الحلي يا مستر؟ المشغولات الذهبية اللي المرأة بتلبسها، الخاتم، السلسلة، الانسيال، الحاجات دي عبارة عن مشغولات ذهبية. فلز النحاس كانوا بيستخدموه في صناعة التماثيل والعملات المعدنية، يعتبر ده فلز يا جماعة هو أول فلز اكتشفه واستعمله الإنسان، استخدموه في صناعة التماثيل والعملات المعدنية وأسلاك الكهرباء. أما الكربون والجرافيت تصنع منه الأقطاب الموجبة للأعمدة البطارية. الجف، حجر البطارية، الحجر انت تشتريه ده عشان اللعبة بتاعتك او الكلام ده كله، ده عبارة او ريموت التكييف، ريموت التلفزيون، ده عبارة عن ايه يا اولاد؟ عبارة عن جرافيت. تمام، القطب بتاعه الحتة السن البوز ده بتاعه ده عبارة عن عمود من الجرافيت. تمام، يستخدم لصناعة الأعمدة الجافة اللي هو حجر البطارية. لو قلنا الزئبق قلنا هنستخدم في صناعة الترمومترات. تمام. طيب لو سألتك سؤال تصنع أسلاك كهرباء من النحاس، هتقول لي لأنها موصل جيد ليه الكهرباء. طبعا أسلاك كهرباء يبقى موصل جيد للكهرباء. عناصر الحديد والنحاس والألمنيوم موصلة للحرارة لأنها كلها عناصر فلزات. يستخدم الحديد في صناعة وبناء الكباري لمتانته، متين قوي وسهولة تشكيله، إن أنا أشكله بالشكل اللي أنا عاوزه. تصنع ألوان الطهي من الألمنيوم. ليه؟ طبعا ألوان الطهي بقى محتاجة أوصل حرارة لأنها موصل جيد للحرارة. يستخدم الجرافيت في صناعة أقطاب الأعمدة الجافة لأنها موصل جيد للكهرباء. ومن هنا يا أولاد نقدر نقول إحنا خلصنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وبالتوفيق ومع لقاء آخر إن شاء الله.